عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثامن في مادة التوحيد للصف الثاني الثانوي. يقول الناظم: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجب فدع هوى قوم بهم قد لعبا. حاجة البشر إلى الرسالة. لماذا يحتاج البشر إلى الرسالة؟ لكي نجيب على هذا السؤال يجب أن نوضح أمرا، وهو أن حكمة الله اقتضت أن يكون من مخلوقاته الإنسان الذي يجمع بين العقل والشهوة. 2. كما اقتضت حكمته أن يكلف الإنسان بعبادته وعمارة الأرض. 3. وأن يعد الإنسان الخير الصالح بالثواب، وأن يعد الإنسان الخير الصالح بالثواب ويتوعد المسيء الطالح بالعقاب. يعني ربنا وعد الإنسان الذي يعمل خيرا بثوابه والذي يعمل شرا بالعقاب. فكان إرسال الرسل للأسباب التالية. يبقى حاجة الناس إلى الرسل، قال: لأن عقل الإنسان لا يستطيع وحده أن يدرك الخير والشر، ولا أن يعرف ما وراء هذا الكون من أمور الغيب، ولا سبيل إلى ذلك إلا بواسطة الرسل الذين يبلغون عن الله. يعني الإنسان بطبيعته كده لا يمكن له أن يصل إلى معرفة الخير والشر، ولا يستطيع أن يصل إلى كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. حتى ممكن العقل يصل إلى وجوب أو إلى معرفة الله، ممكن العقل بمجرده يصل إلى عبادة الله. طب كيفية العبادة بقى لا دخل للعقل فيها. هتعبد ربنا إزاي؟ قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى ديا علشان البشر لا يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. 2. لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده ولا أن يصنع كل ما يحتاج في معاشه، بل لا بد أن يحيا. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بنفسه، بل لابد أن يحيا مع بني جنسه، وهذا يحتاج إلى قواعد تضبط المعاملات. لازم نعرف الحلال والحرام، وإلا لطغى القوي على الضعيف، ولا يمكن الاحتكام إلى العقل البشري، لأن العقول قاصرة وعاجزة، فإنما يستقبحه جماعة قد يستحسنه جماعة أخرى. يعني إيه؟ يعني بيقول لي خلاصة الموضوع ده هو رقم 2، قال لي: لأن الإنسان بطبعه لا يستطيع أن يعيش وحده. يعني إيه؟ لا يمكن الإنسان إلا أن يعيش مع جماعة. طيب طالما أنه يعيش مع جماعة لابد أن يكون هناك قانون يحكمه، وشرع يضبط أفعاله وتحركاته. فلا يمكن أبدا للعقل، لأن العقول قاصرة. دي ملخص ما يقول يعني. وممكن واحد يشوف ان ده صح وواحد يشوف ان ده غلط. طب اشمعنى انت عقلك مش احسن من عقلي؟ فالشرع هو الحكم. يبقى دي حاجة البشر إلى الرسل. لو قال لي لماذا وما هي حاجة البشر الرسل، هنقول له: 1. أن عقل الإنسان لا يستطيع وحده أن يدرك الخير والشر. العقل لا يستطيع أن يدرك الخير والشر. طيب بالتالي احتاج الناس إلى الرسالة من الله سبحانه وتعالى بواسطة هؤلاء الرسل، لأنهم هم الذين يكونون واسطة بين الله سبحانه وتعالى وخلقه، لأنهم هم الذين يعلمون من الله من الخير والشر والحلال والحرام. 2. قال لي: لأن الإنسان بطبعه اجتماعي، يعني لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده، ما ينفعش وما يقدرش واحد يعيش بالنفس كده. طيب طالما أنه يعيش مع جماعة، يبقى هنا بقى لازم يكون في شرع يحكمه مش العقل، لأن ممكن واحد يشوف ان دي ينفع يعملها والتاني يقول لا، ما اشمعنى انت عقلك افضل من عقلي؟ لا. يبقى هنا ممكن يحصل كأننا عايشين في غابة والقوي يأكل الضعيف، كما كان يعيش أهل الجاهلية قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده تعريف النبي والرسول. ما تعريف الرسول عند أهل السنة؟ قال: تعريف الرسول عند أهل السنة: إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحاه الله إليه. إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحاه إليه. فالرسول سفير بين الله وبين خلقه. الرسول واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الوحي للناس. ما الذي يشترط في الرسول؟ قال: يشترط في الرسول أن يكون إنسانا، يعني ليس ملكا، حتى يستطيع أن يتفاهم مع الناس. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا
لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يبقى لا يستطيع الإنسان إذا كان رسوله ملكا أن يأخذ منه الشرع، مش عندوش استطاعة. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه وهو النبي ما رأى سيدنا جبريل على حقيقته إلا مرتين فقط طيلة حياته بعد الوحي، ما رآه إلا مرتين اثنين، مرة في أول الوحي ومرة في رحلة المعراج. قال أن يكون إنسانا أن يكون رجلا كامل العقل والخلق طاهر الأصل ومنزها عن العيوب الخلقية والخلقية. الخلقية يعني النبي نازل مفهوش زي ما بيقولوا كده عيب خلق، في خلقته عيب، حتى يعني ما اعرفش هل هذا المصطلح ينفع ان الواحد يقوله ولا لا. يبقى النبي لازم في صورته جميل في خلقته يعني، وايضا خلقه، الخلق بتاعه بينه ومعاملته مع الناس يكون افضل الخلق حتى لا ينفر الناس منه. قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى الرسل بعثوا بالذكاء والفطانة والصدق والأمانة. قال ما هو تعريف النبي عند أهل السنة؟ يبقى تعريف الرسول هو إنسان أوحى الله إليه بعثه الله عز وجل لتبليغ ما أوحاه لخلقه، فالرسول واسطة بين الله وبين خلقه في إرسال الوحي. قال ويشترط أن يكون إنسانا رجلا عاقلا منزها عن العيوب الخلقية والخلقية. ما هو تعريف النبي؟ قال هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وكذلك وبذلك يكون النبي غير الرسول. يبقى هنا بيقول لي لأن العلماء مختلفين في التفريق بين النبي والرسول. فقول من الأقوال قال لي والله النبي ده هو بينزل على الوحي بس ربنا ما أمروش بالتبليغ، وأظن إن القول ده ضعيف يعني، والصواب هنقوله بعدين إن شاء الله. قال لي هنا في الكتاب هو ما أوحى الله إليه بشرع، ربنا أنزل له شرع ولم يؤمر بتبليغه، وبذلك يكون النبي غير الرسول. النبي أخص والرسول أعم. أولا مذهب أهل السنة في الفرق بين الرسول والنبي. النبي قال أعم من الرسول. أنا قلت في الأول النبي أعم، لا النبي أخص. النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يبقى النبي أعم، النبي أعم لأن الرسول نبي، إنما النبي ليس شرطا أن يكون رسول، ممكن يكون نبي مش رسول. يبقى النبي أعم، فهما يشتركان في أن الله نبأ كل منهما وأوحى إليه. ولكن الرسول خاص بإيه بقى؟ بأن الله أمره بتبليغ الشرع الموحى إليه، والنبي لم يؤمر بتبليغه. يبقى هما الاثنين بينزل عليهم الوحي، ولكن الفرق بين الرسول ربنا أمره بالتبليغ والنبي لم يأمره بالتبليغ. يبقى دي الفرق الأول. اثنين قال الأنبياء، دي الفرق عند أهل السنة والجماعة. اثنين الأنبياء يقررون شرع من قبلهم ولا يأتون بشرع جديد. ده الفرق بقى، هو ده فرق أول اهو. قال لي النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، وأنا بقول لك إن القول ده ضعيف، والصواب إن الفرق بين النبي والرسول ده هو إيه هو؟ قال الأنبياء يقررون شرع من قبلهم ولا يأتون بشرع جديد. يعني النبي أمر بالتبليغ وكذلك الرسول أمر بالتبليغ. طب الفرق؟ قال لي لا، الرسول ربنا أرسله برسالة وشرع جديد، إنما النبي لا، ليس معه رسالة وليس معه شرع جديد، ولكن إن نزل عليه شرع فهو تكملة لشرع رسول قبله، أو يأتي ليحيي شرع النبي الذي قبله، كالأنبياء التي جاءت، الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا إلى آخر الآية. فإن الأنبياء اللي جاءت بعد سيدنا موسى كانوا على شرع سيدنا موسى، ما كانش بشرع جديد. الأنبياء ثلاثة، الأنبياء لا تنزل عليهم كتب خاصة بهم ولا ينسخون أحكاما سابقة عليهم بخلاف الرسل. يعني النبي ليس عليه كتاب خاص به. طيب وتاني قال ولا ينسخون أحكاما سابقة، زي إيه مثلا؟ سيدنا عيسى لما نزل بعد سيدنا موسى ده رسول وده رسول، بس سيدنا عيسى لما ربنا أرسله نسخ بعض ما كان في شريعة سيدنا موسى، فربنا كان مشدد الشريعة على أيام سيدنا موسى على بني إسرائيل واليهود. طب لما يجي سيدنا عيسى ربنا خفف عنهم بعض الشيء، ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. دليلهم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
يبقى في فرق بين الرسول والنبي، طالما عطف النبي على الرسول والعطف يقتضي المغايرة. طيب المعتزلة الفرق بينهم، قال أن النبي هو الرسول، فالنبي عندهم وكذلك الرسول. يعني إيه هو النبي والرسول؟ عندهم واحد، إنسان بعثه الله لتبليغ أحكام الشرع، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وإنما أطلق عليه رسول لأن الله تعالى يقول إن أرسلناك، وأطلق عليه النبي لأنه أنبأ الخلق عن الأحكام، عرفهم يعني. فالمعتزل بيقول لك إيه، الاثنين واحد، ما فيش فرق بينهم، وده كلام غلط. والراجح مذهب أهل السنة لدلالة الآيات والأحاديث السابقة. بعد كده بيقول لي حكم إرسال الرسل. حكم إرسال الرسل ده واجب ولا جائز ولا ظروفه في الأحكام التكليفية اللي احنا خدناها في سنة أولى. ما الحكمة من إرسال الرسل وما الدليل؟ قال المكلف لا يستطيع أن يدرك الخير وحده. المكلف من غير شرع من غير رسول لا يستطيع أن يدرك الخير. تمام، الخير يعني ده ينفع أن أنا أعمله خير ولا ده شر بالنسبة للحلال والحرام. قال ولذلك أخذ الله تعالى العهد على نفسه ألا يعذب حتى يبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذكر آراء العلماء إجمالا في مسألة هل إرسال الرسل حتم لابد من وقوعه أو هو أمر ممكن يجوز تخلفه. ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بيقول اذكر آراء العلماء، وإن صدق فلا يصح أن نقول عنهم علماء، ما ينفعش أن احنا نقول عنهم علماء، لأنه ذكر الفلاسفة وكلامهم غلط، والمعتزلة وكلامهم غلط، وفرق تانية ضالة كده، والقول الصح هو ايه؟ قول أهل السنة. فهنا قال لي العلماء، وأنا بتحفظ على الكلمة، هم مش علماء ولا حاجة. الرأي الأول الفلاسفة قالوا ايه؟ إرسال الرسل واجب وحتم يصدر عن الله صدور المعلول عن علته. صدور المعلول عن علته يعني ايه؟ يعني بيقول لي ده واجب على ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل. ده نفس كلام المعتزلة، ربنا واجب عليه أنه يرسل الرسل، وده طبعا إيه؟ كلام غلط جدا. قال وحتم يصدر عن الله تعالى صدور المعلول عن علته. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقولون عنه إيه؟ طالما أنه خالق يبقى حتما أنه سيصدر عنه العلة بتاعته أو السبب، أنه هو علشان يعذب الخلق فلازم يكون في إيه؟ في يعني ما يكونش للخلق حجة على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ايه؟ انه لازم انه هو يرسل رسل، فبالتالي الكلام ده غلط طبعا، وما ينفعش نقول على ربنا واجب عليه شيء. يبقى المعتزلة قالوا ايه؟ رسالة الرسل واجب وحتم يصدر عن الله تعالى صدور المعلول عن علته. اتنين، رأي المعتزلة برضو غلط، قال إرسال الرسل واجب عليه عز وجل، كلام غلط وفي إساءة أدب على الله. قالوا باستحالة إرسال الرسل البراهمة والسمنية، دول أنكروا أصلا إرسال الرسل. الرأي الرابع، علشان كده بقول لك إيه، ما ينفعش يقول عنهم علماء. الرأي الرابع هو القول الصح، قول أهل السنة، إرسال الرسل من الأمور الممكنة لله الداخلة في حدود قدرته وإرادته، زي ما قلنا في الأولى ثانوي أن القدرة تكون في حدود الممكن، يعني من الممكن أن يوجد ومن الممكن أن لا يوجد، ده في قدرة الله، فلا نقول عن الله سبحانه وتعالى أنه يجب عليه. بيقول لي رأي الفلاسفة تفصيلا بقى، إرسال الرسل واجب وحتم يصدر عن الله صدور المعلول عن علته. يعني إيه؟ قال يصدر عن الله يعني لا يصح في حقه سبحانه وتعالى، يعني ما ينفعش إن احنا نقول له يصدر عن الله، لأنه يدل على نفي الإرادة عن الله. لما احنا نقول عن ربنا واجب عليه يبقى مش ما عندوش إرادة، يبقى يصدر عن الله، دي كلمة غلط إن احنا نقول حتما وواجب على الله. وقد بنى الفلاسفة قولهم على قاعدتهم في التعليل أو الطبيعة، ومفاد هذه القاعدة إيه هي القاعدة بتاعتهم دي؟ قال لك أنهم يقولون بالتلازم العقل بين العلة والمعلول والسبب والمسبب، والمعنى إذا وجدت العلة وجد المعلول عندهم، مثل ملازمة حركة الخاتم لحركة الإصبع. يبقى طالما أن الخاتم تحرك يبقى بالتالي أن الإصبع تحرك. قال والله عندهم علة لوجود العالم. ايه سبب وجود العالم؟ قالوا الله، يبقى الله عندهم علة، بيقولوا عندها علة. العلة يعني السبب، يعني كلمة علة معناها السبب، والمعلول اللي أتى عن من خلال الايه؟ السبب ده. يبقى العلة بيطلقوها اسم بيطلقوها على الله سبحانه وتعالى. يبقى هم بيقولوا طالما أن الله سبحانه وتعالى موجود يبقى في معلول اللي هو ايه؟ يبقى يرسل الرسل. قال والله عندهم علة لوجود العالم، فالعالم نشأ عن الله. يبقى العالم عندهم ايه؟
العالم عندهم والعالم والله عندهم علة لوجود العالم، فالعالم نشأ عن الله سبحانه وتعالى عن طريق العلة، عن طريق العلة، ويلزم من وجود العالم وجود من يصلحه وهم الرسل. يبقى هم عندهم بيقولوا إيه؟ علة وجود العالم الله سبحانه وتعالى، يعني اللي أوجد العالم مين؟ الله. فبالتالي يترتب عليه معلول اللي هو إيه؟ وجود العالم، ومن ضمن العالم الخلق، والخلق لا يصح أن يعيشوا من غير الرسل، فبالتالي واجب على الله أنه يرسل الرسل، وهذا زي ما قلنا في إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. اذكر قول السعد في مرادهم بالطبيعة وما طريقة إثبات النبوة على مذهب الحكماء كما قال السيد الشريف. الحكماء يعني بيقول لك الحكماء اللي هم بتوع الفلسفة، هم لا حكماء ولا نيلة. قال السعد ومرادهم بالطبيعة وجود النظام الكامل في العالم، يعني هو العالم لا يمكن أن يتصور إلا بالطريقة دي، فلازم على الله أنه يوجد الإيه. يبقى لو قال لي ماذا قال السعد هنقول قال السعد، ده واحد من الفلاسفة تقريبا، يعني مرادهم بالطبيعة، يعني الطبيعة عند الفلاسفة، قال لي المراد بالطبيعة وجود نظام كامل في العالم. طيب ماذا قال السيد الشريف؟ والحاصل وجود النبي سبب للنظام في المعاش والمعاد، سبب في النظام في المعاش الدنيا يعني، والمعاد في الآخرة، فيجب ذلك في العناية الإلهية، يجب ذلك في العناية الإلهية اللي هي يجب عند الله سبحانه وتعالى المقتضية لأبلغ وجوه الانتظام لمخلوقاته، فهذه طريقة إثبات النبوة على مذهب الحكماء، والكلام ده غلط غلط ثم غلط. يبقى السعدي بيقول لي، السعدي بيقول لي الطبيعة معناها إيه؟ إنه أن يكون هناك نظام كامل في العالم. السيد الشريف بيقول لي يا عمك السيد أبو الشريف، بيقول لي وجود النبي سبب لنظام في المعاش والمعاد، ويجب ذلك في العناية الإلهية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى، فالمقتضي لأبلغ وجوه الانتظام لمخلوقاته، فهذه هي طريقة إثبات النبوة في عند الفلاسفة. بيقول لي بما تحكم وترد على الجماعة الفلاسفة دول، هتقول عليهم إيه؟ هنقول له هذا الرأي فاسد. ليه؟ لأن الفلاسفة دول هنتكلم عنهم، الفلاسفة دول مؤمنين بالله. طب هترد عليه بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويدل على فساد مذهب هؤلاء أنه أثبت أنه تعالى، الفيلسوف ده أثبت أن الله فاعل مختار. طيب فاعل مختار يا فيلسوف يا ترعة المفهومية زي ما بيقولوا، إزاي هو مختار وأنت بتقول يجب عليه؟ يبقى طالما يجب عليه يبقى ليس مختار. قال فلا يجب عليه شيء، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ماشي، تاخد سفندي؟ طب يعني وقال الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عنده الإرادة وهو عنده دي ايه؟ ده بتاعك ايه؟ ماشي هدولك. يبقى كده بطل رأي الفلاسفة بكل سهولة. عند ايه؟ عمك نادر؟ ماشي. طيب الرأي الثاني الرأي الثاني رأي المعتزلة. بيقول لي وضح رأي المعتزلة في مسألة حكم إرسال الرسل، مبينا القاعدة التي بنوا عليها كلامهم ورأيهم وما قالوه بناء على هذه القاعدة. المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا إرسال الرسل واجب عليه، برضو نفس الكلام. وقد بنى المعتزلة قولهم على قاعدة وجوب الصلاح والأصلح. في عندهم كده قاعدة ومبدأ في معتقدهم في حاجة اسمها الصلاح والأصلح. الصلاح يعني فعل الخير، طب والأصلح اللي هو أخير وأفضل منه. وقد سبق شرحها في درس الصلاح والأصلح. وبناء على هذه القاعدة قالوا إن النظام المؤدي إلى صلاح حال النوع الإنساني إيه هو؟ قال على العموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل. يبقى النظام الذي يؤدي إلى صلاح الإنسان قال لي لا يكون إلا بإرسال الرسل، وكل ما هو كذلك فكان واجب على الله. يبقى خلاصة قول المعتزلة قالوا إن إرسال الرسل واجب. وعندهم قاعدة اسمها الصلاح والأصلح، وكل ما أدى إلى صلاح النظام وصلاح النوع الإنساني فهذا لا يتم إلا ببعثة الرسل، فبالتالي بعثة الرسل إيه؟ واجب على الله. بما تحكم وترد على المعتزلة. هنقول مرة هدم تلك القاعدة الصلاح والأصلح، وقلناها في الدرس اللي قبل كده اللي هو الصلاح والأصلح التي بنوا عليها كلامهم. يبقى لما تيجي ترد عليهم هترد عليهم بإيه؟ بنفي هذه القاعدة وأنها قاعدة باطلة.
قاعدة إيه؟ باطل. ومر أيضا أن القول بالوجوب على الله لا يصدر من عاقل فضلا عن مؤمن. ما فيش واحد عاقل هيقول أن الله واجب عليه شيء لأنه ده مؤمن بأن الله إيه؟ عنده إرادة. طب عنده إرادة إزاي وأنت بتقول واجب؟ يبقى هترد عليه بنفس رد المعتزلة الفلاسفة. قال ولعل مقصودهم أن أفعال الله لحكمة والوجوب إنما هو لأجل تلك الحكمة، فهم يرون أن تركه عبث يتنزه الله عنه. يعني هم شايفين إيه؟ أن ترك إرسال الرسل دول عبث والله منزه عن هذا. يبقى هم إن كانت غايتهم صحيحة فإيه كلامهم برضو فيه إساءة أدب على الله. بيقول لي بقى إيه هم الإيه البراهمة والسمنية والناس دي؟ قال لي والله فرقة البراهمة دي انتسبت إلى رجل يقال له برهم، قالوا بنفي النبوات واستحال ذلك في العقول، وهم يقرون بحدوث العالم وقدم الصانع، ومنهم أصحاب الفكرة ومنهم أصحاب التناسخ، تناسخ الأرواح. يعني إيه تناسخ الأرواح؟ ما أعرفش الفكرة دي مقصود بها إيه. تناسخ الأرواح دي أنت ممكن تموت وإيه والروح بتاعتك تيجي في إيه تتعاد تاني. يعني إيه هم بيقولوا ممكن الناس دول كل البشر يموتوا وبعد كده يأتي إيه نسخة منهم مرة تانية، وكلام ده باطل. السمنية بضم السين وفتح الميم المخففة نسبة إلى بلد بالهند يقال له سومنات، وهم فرقة يعبدون الأصنام، يعني ليسوا مسلمين أصلا. قالوا إيه الناس دولي؟ مستحيل إرسال الرسل. إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم، وعلتهم لأن العقل يغني عن الرسل. إحنا مش محتاجين رسل تيجي لنا وإحنا أصلا عقلاء. فإن الشيء إذا كان حسنا عند العقل فعله وإن لم تأتي به الرسل. زي الهنود كده شايفين ان التوريع في الميت ده امر حسن، وان كان قبيحا عند العقل تركه وان اتت الرسل به. يعني حتى لو الرسل ايجت بشيء وانا شايف ان الشيء ده في عقل انا شيء باطل، يبقى انا ما ينفعش اسمع كلام الرسول. وان لم يكن الشيء عند العقل حسنا ولا قبيحا فانه ان احتاج اليه فعله والا تركه. دي زي المباح كده. يعني العقل مش شايف ولا حسن ولا قبيح، يبقى اعمل او ما تعملش. وهنقف عند هنا نهاية الدرس هنا إن شاء الله، وهنكمل بإذن الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.